لو فاكر عزيزي المشاهد ان السجون اللي بتشوفها في الافلام الاجنبي دي بتمثل الواقع فعلا، فانت حرفيا ما تعرفش اي حاجه عن السجون وعن اللي بيحصل فيها. ده في بعض السجون اللي المساجين فيها بياكلوا لحم بعض احياء، وكمان بياكلوا جثث الموتى عشان بس يعرفوا يعيشوا. وكمان في سجون بيعيش 5 افراد في زنزانه واحده مساحتها 4 متر. تابعنا للنهايه عشان تعرف اللي بيحصل في اخطر السجون في العالم. اهلا بيكم، انا احمد اليسري من قناه اهي سهله اهي، والنهارده هنتكلم عن اخطر 5 سجون في العالم. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالوا ناخد شويه حسنات بان احنا نصلي على سيدنا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. صلينا على سيدنا رسول الله، يلا بينا. في رواندا في سجن اسمه جيتراما، وده اكتر سجن مزدحم في العالم لان موجود فيه اكتر من 7000 سجين. طب وايه المشكله ان في 7000 شخص؟ المشكله انه لما اتبنى كان مخصص انه يستوعب 600 سجين بس. انت متخيل ان السجن مبني ان هو يستوعب 600 شخص بقى بيضم 7000 سجين؟ وطبعا بسبب الزحمه المهوله ديت كان بيحصل فيه خناقات كتيره جدا، وطبعا ولا كان فيه شباشب ولا جزم يلبسوها المساجين، وده اللي بدوره كان بيسبب تعفن في اقدامهم واصابتهم بالغرغرينه، واللي بتوصل في النهايه لعمليات بتر الاطراف. وعلشان ما فيش غير دكتور واحد بس في السجن كله، فإن السجين عشان يلاقي حد يعالجه أشبه بالمستحيل، وده كان السبب في وفاة أكتر من 6 أشخاص كل يوم. ورغم العدد الكبير اللي موجود في السجن، بيتم توفير كمية قليلة جدا من الأكل والشرب، وده اللي خلى بعض النزلاء لجأوا لأكل جثث الموتى. مش بس كده، ده كمان أحيانا كانوا بينهشوا في لحم بعض من أجل البقاء على قيد الحياة. وقالت بريجيت تروين، ودي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ودي اللي بتقدم المساعدة الطبية للسجون الرواندية، انه بيموت كتير من الاشخاص من جيتراما كل يوم، واذا تفشى وباء في السجن فمحدش بيعرف عدد الاشخاص اللي بيموتوا كل يوم. وبتقول كمان ان الظروف في سجن جيتراما غير انسانية بالمرة، وده طبعا واضح وضوح الشمس. سجن IDX في الولايات المتحدة الامريكية، وبيسمى الكاتراز اوف ذا روكي، وده نسخة من الجحيم حرفيا، واكتر سجن عليه حراسة في امريكا. اتبنى سنة 1994، والسجن ده ما خدش السمعه السيئه ديت بسبب الحاله الانسانيه للسجناء او التعذيب زي ما في باقي السجون. لا، الوضع هنا مختلف تماما، لان السجن دوت بيضم بعض اخطر واشرس المجرمين حول العالم، واللي من ضمنهم رمزي يوسف وزكريا موسى، المتهمين بتفجير مركز التجاره العالمي، وديت كازينسكي مفجر الجامعات والخطوط الجويه، وإيريك جودولف مفجر الحديقه الاولمبيه في اتلانتا، وتيري نيكولاس المتهم في تفجير مدينه اوكلاهوما، ومايكل أوسوندو الدكتور اللي سمم اكتر من 60 مريض من مرضاه اللي المفروض ان هو كان بيعالجهم، وغيرهم من اعنف واشرس المجرمين. وبيقضي المساجين 23 ساعة في اليوم في الحبس الانفرادي في زنزانة 2 في 3 متر من الخرسانة، يا دوب تكفي سرير واحد وشكرا. والساعة اللي بيسمحوا لهم فيها ان هم يخرجوا فيها بيروحوا زنزانة تانية اكبر اسمها حمام السباحة الفارغ. لا، وايه كمان، السجين في اول 3 سنين من سجنه مش مسموح ليه انه يطلع من زنزانته نهائي، الا لو ثبت خلال ال3 سنين دول انه حسن السير والسلوك، يبقى ياخد الاوبشن بتاع حمام السباحه الفاضي ده، وبيدخل لهم الاكل عن طريق فتحه صغيره في باب الزنزانه. اما السجن من بره عليه اسوار من الاسلاك الشائكه اللي بيوصل طولها ل 12 قدم، واشعه ليزر، وكلاب شرسه بتحيط باسوار السجن من كل ناحيه، وكاميرات مراقبه في كل ركن في السجن. وبتقول صحيفة نيويورك تايمز إن عدد كبير من السجناء تم تشخيص حالتهم بالإصابة بأمراض عقلية خلتهم بيشكلوا تهديد خطير على أنفسهم والمجتمع. سجن الدولفين الأسود في روسيا، وده أقدم السجون في روسيا، خطير ومرعب لدرجة ما تتخيلهاش، والطريقة الوحيدة عشان تخرج من السجن ده هو الموت، لأن مفيش شخص خرج منه حي لحد دلوقتي. والسجن ده بيضم اخطر المجرمين في روسيا، سواء قتله او اكلي لحوم بشر، وبيتعامل السجناء بمعامله قاسيه جدا من الحراس. ومفيش حاجه اسمها تمشي فارد طولك كده في السجن، لا ده انت لازم تمشي محن ظهرك، ده غير القيود كمان اللي بتبقى مقيداك من رجليك وايديك. وبيتم المراقبه فيه لمده 24 ساعه في اليوم، وكل زنزانه فيها كاميرا. ومش بس كده، ده كمان الحراس بيعملوا جوله مراقبه كل 15 دقيقه. والسجن ده عباره عن سجن داخل سجن، وزنزانه داخل زنزانه، والزنزانه مساحتها 4 متر،
وبيكون فيها 2 سجناء خلف 3 أبواب من الفولاذ علشان يضمنوا ان المساجين تبقى معزولة تماما عن الحراس، وبيسمحوا للسجناء بالخروج من زنزانتهم لمدة 90 دقيقة بس في اليوم علشان يقوموا بأعمال خرسانية شاقة جدا علشان يفرغوا طاقتهم، وبعد كده يرجعوا الزنزانة من تاني. ولما يحبوا ينقلوا سجين من مكان لمكان، بالإضافة لأن هو بيمشي محن الظهر زي ما قلنا من شوية، كانوا بيغموا عينيه علشان ما يشوفش أي حاجة. لو فاكر إن اللي فات شرس وخطير، فاللي فات حمادة واللي جاي حمادة تاني خالص. سجن مندوزا في الأرجنتين، ده السجن اللي لما طلبوا المساجين ان هم يعيشوا حياة افضل في السجن، كل اللي عملوه الحراس ان هم خيطوا افواههم. انتوا هتصدعونا ليه؟ وده لانهم كانوا بيعانوا من الزحمة الشديدة جدا، لانه وصل عدد سكانه ل3 اضعاف قدرته الاستيعابية، لدرجة وصلت ان 5 سجناء بيقعدوا في زنزانة واحدة مساحتها 4 متر، ولا في سراير ولا في مراتب ولا في اي حاجة، يا دوب السجين يشوف له نص متر ينام فيه على الارض. ونشرت سنة 2005 منظمة العفو الدولية أمينستي تقرير عن الظروف الصعبة اللي بيعاني منها السجناء، والسجن ده لا فيه صرف صحي ولا فيه حمامات، يعني المساجين كانوا بيتبولوا في الزنزانة مكانهم كده. وزود على كده كمان أخطر طرق التعذيب اللي بتنتهي بالموت. سجن السلفادور الضخم أو جحيم العصابات الرهيب زي ما بيسموه، أكتر من 100 نزيل في زنزانة واحدة مساحتها 100 متر مربع، ولكل زنزانة مرحاض واحد بس لكل الأشخاص دي. وقال رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في تغريدة على حسابه في تويتر هيكون ده منزلهم الجديد، لأن هم مش هيضروا تاني بالسكان. شكرا يا عم نجيب. تعال أقول لك إيه قصة السجن ده. طبعا عارفين أي سجن بنتكلم عنه النهاردة هو من أخطر السجون، لكن السجن ده ليه قضية معينة، وقضيته ان موجود في سلفادور عصابتين مشهورين واللي بتنشر الرعب في البلاد، وتم انشاء السجن ده مخصوص للعصابات ديت. وبيضم السجن 8 مباني خرسانيه مسلحه، كل منها بيحتوي على 32 زنزانه جماعيه، موجود فيه 19 برج للمراقبه واسوار كهربائيه ودوريات متنقله وجدار ضخم جدا، وبتحرس الاسوار الكهربائيه بقوه 15000 فولت، والزنزانة بتبقى ضلمة جدا مفيش فيها أي نوافذ، وبتبقى في عزلة تامة. بس كده اهي سهلة اهي. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لنا لايك على الفيديو وتعملوا شير كتير عشان يوصل لكل الناس، ولو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل زر الجرس، واكتبوا لنا في التعليقات تحت ايه سجون تاني خطيرة انتوا تعرفوها احنا ما ذكرناهاش. نشوفكم الحلقة اللي جاية. سلام.